أنا نادرًا ما مسكت عصاية في حياتي. أنا ما باقولش بقى، أنا باقول إيه، مفتاح مستر ضياء في العقاب بطريقة غريبة وتأثير كبير. حكاية إنك بتحترم الطالب، والطالب عايز يبقى دايمًا في وجهة نظر مستر ضياء أو أي مستر بيدرس له إن هو محترم جدًا ومتقدّر جدًا، فلمّا يغلط احترامك ليه كمدرس يقل، دي أكبر عقاب. أمّا يحس إن أنا لأ، أنا كده نزلت درجة عند مستر ضياء أو أي مستر تاني يعني هو عنده، دي أكبر عقاب. سيبك بقى من العقاب البدني، أنا ممكن أبُص طالب بس بعناية، نظرة كده بس، بس النظرة ديّة هو فاهم معناها، إن كده المستر ضياء أنا قلّيت في نظره، دي بتدبح الطالب. وياما الأكشن ده غيّر كتير جدًا من شخصية الطلبة. لأ، أنا مستر ضياء ما بيبصّليش كده، أنا هابقى كويس عشان النظرة دي ما تحدي. تحدي، بتبقى تحدي، تحدي. أنا بتقلب. أفتكر في إعدادي، أنا كنت باكره الدراسات جدًا، ما باحبهاش، وباخد درس في تانية أو تالتة إعدادي في مجموعة على ترابيزة كده، فالأمور مكشوفة أوي يعني، مكشوف إن أنا ما باحبش الدراسات. كان مدرس محترم ربنا يبارك فيه يا رب لو موجود، أستاذ عادل النجم يعني، وكان بيعنف جامد. فأنا جيت في مرة زهقت من نفسي، قُلت أنا شاطر في كل المواد ما عدا مادة الدراسات، فصعبت عليّا نفسي، رُحت البيت خدته تحدي، أنا الحصة الجاية هاروح شاطر يعني شاطر.